السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وهنا وفي احسن حال. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض عيش الكريب بطريقة سهلة وبسيطة خالص، وكمان هنحشيه مع بعض. الحشوة اللي انت حباها هتحشيه هيطلع معاكي زي الفل زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله. شايفين العيش ملمسه تحفة، طري خالص. بسم الله ما شاء الله. هتحضريه في البيت كده في اقل من 10 دقايق بس. شايفين؟ يلا مع بعض نشوف الطريقة. طريقته سهلة وبسيطة. هنا عندي خلاط كله المكونات هنعجنها في الخلاط زي ما انتم شايفين كده. هحط كوبايتين كبار من اللبن، اي نوع لبن عندك، وممكن تبدلي اللبن بالمية، بس بصراحة اللبن بيديله طعم احسن. هنزل كمان بمعلقتين كبار من الخل، وربع معلقة صغيرة من الملح، و6 معالق كبار من الزيت، ومعلقة كبيرة كده من السكر. ما تخافوش السكر مش بيظهر فيه. وبيضتين، وهنا عندي كوبايتين الا ربع من الدقيق. انا حطيت كوبايتين لبن، هنزل عليهم بكوبايتين الا ربع، يعني عامله كوبايه وكوبايه الا ربع. بنفس معيار اللبن، بنفس الكوبايه اللي انا عايرت بيها اللبن عايرت بيها الدقيق، عشان القوام بتاعه يطلع مناسب. علشان في نوع دقيق نوع بيختلف عن التاني، ممكن تحط كوبايتين ويطلع معاكي كويس، بس انا الدقيق عندي حطيت كوبايتين الا ربع، طلع معايا مناسب. العجينه بتاعتي طلعت مناسبه يعني، وطلعت كويسه. هنزل بدقيق كده تدريجيا، مش هينفع احط دقيق كله مره واحده عشان احنا معانا كميه علشان الخلاط. هتاكد ان هو انضرب كويس، مفيش اي تكتلات. زي ما انتم شايفين كده ضربته كويس. عشان تختبر العجينه وتعرفي ان هي تمام من ورا كده بالمعلقه، شايفين ما بتجيش على بعضيها. عندي طاسه مسحتها كده بمنديل بشويه زيت. اول مره بمسحها بس بشويه زيت وبس. اهم حاجه الصينيه او الطاسه بتاعتك ما يكونش بتلزق، يكون سيراميك تيفال، اي نوع ما بيلزقش عندك. انزل فيها كده بشويه من عجينه الكريب، وهلفها كده لفه، بس الطاسه بتكون سخنه. زي ما انتم شايفين كده هلفها لفه هتديني هلفها حركات دائريه كده هتديني زي ما انتم شايفين كده الحجم اللي انا عايزاه. ولو في عصايه الكريب ممكن تفرديه بالعصايه، اسهل من كده بكتير، بس انا بصراحه مش عندي. هستنى كده لحد ما لونه يتغير من تحت وهقلبها على طول. ما بياخدش دقيقه بالظبط في الطاسه او في الصينيه. هنا بشدها من على النار، الصينيه بتكون سخنه، بشدها من على النار، بنزل بالكميه اللي انا عايزاها. وبعد كده بلف الصينيه كده لفه او اتنين، وبتاخد معايا الدايره زي ما انتم شايفينها كده. شايفين؟ وطبعا على نار متوسطه خالص زي ما انتم شايفين كده، ما تعليش النار خالص عليه. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله بيعمل فقاقيع ازاي. بتحس ان اللون الحرف كده اتغير من بره، بتقلبي على طول. شايفين لونه؟ بسم الله ما شاء الله. شايفين لونه من تحت؟ بياخد كده حوالي 3-4 ثواني كده على الوش، على طول الوش ما بياخدش وقت. وبتطلعيه من الطاسة او من الصينية على طول على فوطة، وبتغطيه عشان يفضل طري. شايفين؟ هعمل كده كام واحدة علشان ما اطولش عليكم الفيديو، وبعد كده نرجع نشوف هنعمل ايه.
انا بحطه كده في الصينيه، بشيل الصينيه من على النار خالص وبحط فيها وبلفها كده لفه او اتنين، تاخد معايا حجم العيش اللي انا عايزاه. هتفردوه كده زي ما انتم شايفين بالطريقه دي. يا سلام بقى لو عندك البتاع العصايه دي او البتاع السيليكون اللي بتفرد الكريب، هيطلع معاكي احسن من كده، والشكل بتاعه هيبقى مناسب شويه. بصراحه ما عنديش آه يعني نص دقيقه كده بالظبط او اقل كمان، حوالي 30 ثانيه. من تحته كمان ثانيتين 3 على الوش، ما بياخدش وقت خالص. شايفين ده؟ شايفين ده؟ ما شاء الله، شايفين لونه من تحت؟ بسم الله ما شاء الله. كده خلصنا العيش كله. شايفين طري ازاي؟ بس بعد ما تخلصي على طول، او لو انت بتخبزي او بتعملي على الصينيه على طول، لازم تحطيه في فوطه. اول ما العيش يطلع منك او الرغيف يطلع منك على طول بتحطيه في فوطه وتغطي عليه عشان يفضل طري معاكي، وكمان بيطري اكتر لما بتغطي عليه. شايفين شكله حلو ازاي؟ وطعمه والله تحفه. يلا مع بعض هنا نحشي اي حشوة عندك. ممكن تحشي بيها. هعص الطاسة كده او الصينية شوية من السمن صغيرين او الزيت. هقسم الرغيف كده زي ما انتم شايفين. هحط بقى مايونيز عندي، كاتشب، اي حاجة انت بتحبيها المتاحة عندك اعمليه، مش تقف على حاجة خالص. جبنة موتزاريلا. هنا بقى عندي قطع ستريبس انا كنت عاملاها معاكم في الفيديو اللي فات. بصراحة الستريبس تحفة. لو محدش شاف الفيديو يرجع ويشوفه، بصراحة طريقته سهلة خالص وبسيطة. هقطع كده قطع خيار وحتة واحدة خسة كده، وممكن تحطي طماطم، ممكن تحطي فلفل، ممكن تحطي ما تحطيش مايونيز وتحطي كاتشب، ممكن اللي عندك ايه المتاح اعملي بيه، مش تقفي على حاجة خالص. هتكفليه بالمنظر ده وتقلبيه هيلزق معاك على طول. شايفين بسم الله ما شاء الله شكله عامل ازاي؟ هعمل معاكم كمان واحد كده من غير مايونيز. ممكن تحطي كمان بطاطس، مش لازم ستريبس. ممكن تحطي قطع من اللحمة، ممكن تحطي كفت، اي حاجة عندك، ما تجيبش على حاجة يعني. حط شوية كاتشب كده على الوش. هتكفليه كده زي مثلث كده زي ما انتم شايفين، وهقلبه على الناحية التانية. شايفين شكل العيش من بره؟ ما شاء الله، الله اكبر، مجرمش كده وطعمه تحفة. شايفين؟ هقلبه كده على الناحية التانية. اتمنى من حبايب قلبي اللي ما اشتركوش في القناه يشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو تتفرجوا عليه. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب تستفادوا من الفيديو وتطبقوا الوصفه ان شاء الله. يا رب يكون فدتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.